الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. وبعد، نواصل أيها الإخوة الكلام على فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زلنا في فتاوى الصلاة. ورد في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. فتوضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. وفي سنن أبي داود من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم، فقال صلى الله عليه وسلم: صلوا فيها فإنها بركة. حديث في سنن أبي داود. حديث جابر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل: أتوضأ من لحوم الغنم؟ وقد مر معنا هذا الحديث في كتاب الطهارة، وذكرنا أقوال أهل العلم فيه، وأن الوضوء من لحم الغنم ليس بواجب، لأن لحوم الغنم وغيره من اللحوم لا تبطل الطهارة ولا تنقض الوضوء. وأما لحوم الإبل فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم، توضأ من لحوم الإبل. فأوجب على المسلم إذا أكل لحم الإبل أن يتوضأ. وكذلك لو شرب مرق اللحم أو أكل من الشحم، كل هذا داخل في لحوم الإبل، وأنها مما ينقض الوضوء. ثم الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أصلي في مرابض الغنم؟ والمرابض هي المواضع التي تتخذها الغنم للبيات، فتكون مربضا لها كمسكن ومأوى. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الصلاة في مرابض الغنم قال: نعم، يعني لا مانع أن تصلي في مرابض الغنم. قال له الرجل: أصلي في مبارك الإبل؟ المبارك هي مواضع بروك الناقة وبروك الجمل
المكان الذي تعتاده الإبل للبيات والبقاء فيه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلي في مبارك الإبل. في هذا الحديث النهي عن الصلاة في مبارك الإبل، وكما تعلمون أن النهي الأصل فيه يقتضي المنع والتحريم، أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي في مبارك الإبل، يعني المكان الذي تعتاده الإبل للبروك والبيات والبقاء، المكان الذي تعتاده كل يوم وكل ليلة تبات فيه وتبرك فيه، فهذا الحديث ينهى عن الصلاة فيه. وحديث أبي داود يبين العلة التي من أجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل. فالرسول عليه الصلاة والسلام علل ذلك بأنها من الشياطين، وفي رواية أنها خلقت من الشياطين. العلة في المنع أن الإبل خلقت من الشياطين. إيش معنى خلقت من الشياطين؟ هل هي خلقت من مادة خلق الشيطان وهي النار؟ هو ظاهر الحديث يدل على هذا، لكن قال أهل العلم إن المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم أنها خلقت من الشياطين ما فيها من الشرود والنفار، كما قال الخطابي وغيره، أن الإبل فيها شرود، فيها نفار أو نفرة أحيانا وهيجان بسبب وبغير سبب، فربما أفسدت على المصلي صلاته. ربما يكون المصلي يصلي أو تكون الجماعة تصلي وتنفر هذه الإبل فجأة فتسبب له قطع الصلاة. وقال: العرب تسمي كل مارد شيطانا، كل ما فيه شيء من يعني النفرة، شيء من الشرود، شيء من الأذى، العرب تسميه شيطان. حتى بعض الناس يطلق هذا الاسم على بعض أولاده، طبعا خطأ أن يسمي أحد أولاده بهذا، بل يدعو له بالصلاح. فيقول: المصلي إذا صلى في معاطن الإبل كان معرضا في صلاته لخبطها أن تطأه، يعني فهو متعرض لهذا بسبب وجود النفرة فيها وبسبب وجود الشرود، بخلاف الحال بالنسبة للغنم فإنها ضعيفة. الغنم في الأصل أنها ضعيفة وحركتها ضعيفة وفيها من السكون ما ليس في الإبل، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز الصلاة في مرابض الغنم أو معاطن الغنم أو أماكن الإبل. وقال أهل العلم: إذا صح النهي عن الصلاة في معاطن الإبل لا يقاس عليها غيرها. ما يصير إنسان يأتي ويقيس ويقول مثلا أماكن البقر، أماكن الخيل، أماكن، لا يصح القياس. ما يصح الإنسان أن يقيس في هذه الحال، لأنه قياس في مقابل النص، ولأنه قياس بغير علة، فهناك فارق بين الإبل وغيرها. فمرابض الغنم أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيها، المرابض التي تربض فيها وترقد فيها ومحال الغنم يجوز الصلاة فيها. أما أعطان الإبل، أما مرابض الإبل، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى
عن الصلاة فيها بهذه العلة المذكورة في سنن أبي داود وغيره، أنها من الشياطين، فيها نفرة وفيها شرود، وربما وطئت المصلي في صلاته وآذته، وربما أفسدت عليه صلاته. أما حكم الصلاة، طيب إنسان صلى في مرابض الإبل أو في معاطن الإبل، إنسان صلى في معاطن الإبل، ما حكم صلاته؟ فذهب الحنابلة إلى بطلان الصلاة، أن الصلاة غير صحيحة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى، والنهي يقتضي الفساد. ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في معاطن الإبل ومرابض الإبل، فمن صلى فيها فصلاته باطلة، لأنها وقعت مخالفة للنهي النبوي الصحيح. النبي نهى عن الصلاة في مرابض الإبل، والنهي يقتضي الفساد. وذهب الجمهور إلى أن الصلاة صحيحة مع الكراهة، صلاته صحيحة، ولكن قد خالف الحديث وخالف النهي، والأصل أن الصلاة صحيحة، وأن مجرد الصلاة في هذا المكان لا يبطلها وإن كان مخالفا للحديث النبوي. ولا شك يا إخوة أن الأسلم للإنسان إعادة الصلاة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى، والنهي يقتضي التحريم، هذا أولا، والنهي يقتضي الفساد، وهذا ثانيا. الإنسان إذا صلى في مكان منهي عن الصلاة فيه فإن صلاته تقع فاسدة لا تصح. يعتقد بعض الناس أو يظن بعض الناس أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل إنما هو لنجاسة أبوالها وأرواثها، وهذا خطأ. الرسول عليه الصلاة والسلام لما نهى عن الصلاة في معاطن الإبل ليس لأن روث الإبل نجس ولا لأن بولها نجس، لا، غير صحيح، لأن قول عامة أهل العلم بطهارة أبوال الإبل، بل بطهارة أبوال وأرواث كل ما يؤكل لحمه. قاعدة شرعية: كل ما يؤكل لحمه بوله طاهر وروثه طاهر، هذه قاعدة شرعية، بخلاف غيرها من الحيوانات كالسباع، بولها نجس وروثها نجس. كل ما لا يؤكل لحمه فبوله نجس وروثه نجس. الرسول عليه الصلاة والسلام مر معنا حديث أن ابن مسعود رضي الله عنه طلب منه النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتيه ب3 أحجار للاستجمار يتطهر بها صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود: فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجد إلا روثة حمار، فجئت بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فألقى بها وقال: هذا ركس، هذا ركس، والركس بمعنى النجس. فالحمار الأهلي غير مأكول، ولذلك بوله نجس وروثه نجس، بخلاف ما يؤكل لحمه، بخلاف ما يؤكل لحمه كالإبل كالبقر كالغنم والماعز كالدجاج كالحمام كالأرانب، كل ما يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر. فإذا النهي
عن الصلاة في معاطن الإبل ليس لنجاستها، لا، غلط، وإنما هو للعلة المذكورة في حديث البراء، وهي أنها من الشياطين أو خلقت من الشياطين، فيها طبع النفار والشرود، وربما آذت المصلي في صلاته، ليس هو للنجاسة. فبول الإبل ورد في الحديث في البخاري أن فيه شفاء. جاء قوم إلى المدينة، فلما سكنوا المدينة اجتووا، حصل لهم داء في أجوافهم، في بطونهم حصل لهم داء، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها فشفوا، عافاهم الله عز وجل. فالتداوي بأبوال الإبل وألبانها مشروع وجائز، وهو دليل على الحل أولا، ودليل على الطهارة، لأن الشرع لا يبيح لك أن تتداوى بالنجاسات، صح؟ هل يجوز للإنسان يتداوى بشيء نجس؟ لا. كان عادة عند بعض الناس قديما أنهم يشربون دم بعض الحيوانات ويقولون فيه شفاء. لا، الدم نجس، لا يجوز للإنسان أن يشربه. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. وجاء في صحيح مسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصنع الخمر للدواء، فقال له صلى الله عليه وسلم: إنها داء وليست بدواء، ونهاه عن صنعها. والخمر بقول الأئمة الأربعة، بل حكى الإجماع، أكثر من عالم من العلماء حكى الإجماع على نجاسة الخمر بقول الأئمة الأربعة، وإجماع العلماء أن الخمر نجسة، والله سبحانه وتعالى ذكر هذا في القرآن، أن الخمر رجس. فالرجس والنجس شيء واحد في اللغة. إذن عندنا قاعدة في الشريعة أن الإنسان لا يحل له أن يتداوى بشيء نجس، لا بخمر ولا بدم ولا ببول. سمعت أن بعض الناس يتداوى بحليب الحمير. حليب الحمار الأهلي لا يحل، لأن الحمار الأهلي محرم، يحرم على الإنسان أكل الحمار الأهلي، ولذلك حليبه تبع للحمه، فحليبه حرام، لا يجوز الإنسان يتداوى بحرام، لا بخمر ولا بدم ولا بغيره. التداوي يكون بالحلال، تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. جاء أثر صحيح عن ابن مسعود ويرويه البعض مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لم يجعل شفاء الأمة فيما حرم عليه. لم يجعل الله عز وجل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليه، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا فلو سأل الإنسان عن حكم الزرع الذي توضع فيه الأسمدة، أسمدة أرواث البقر وأرواث الغنم وغيرها، فنقول هي طاهرة. فهذه الأسمدة طاهرة لأن روث ما يؤكل لحمه طاهر، فوضع هذه الأسمدة على النباتات لا ينجسها. قال بعض أهل العلم، أو قال بعض أهل العلم ردا على سؤال، أن النبي صلى الله عليه وسلم
لما جاء إلى المدينة وكان راكبا على القصواء بركت في مكان مسجده النبوي صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءت قال: دعوها فإنها مأمورة، اتركوا هذه الناقة مسيرة بأمر الله عز وجل. فمشت الناقة حتى وصلت إلى مكان مسجده صلى الله عليه وسلم فبركت. وكان هذا المكان مربدا لأيتام. إيش المربد؟ إيش معنى المربد؟ المربد هو المخزن الذي توضع فيه التمور، يخزن فيه التمر. فالرسول صلى الله عليه وسلم سأل وشاور أولياء الأيتام أن يشتري منهم هذا الموضع. الله أكبر. شوف كيف الله عز وجل ساق لهم الأجر، وصار موضع المخزن الذي توضع فيه التمور صار موضعا لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل الأيتام تبرعوا به، أبوا أن يأخذوا شيء مقابل هذا المكان، فبني فيه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاصل لو قال الإنسان هذه الناقة بركت في هذا المكان فكيف يوضع فيه المسجد؟ نقول هذا بروك عارض، ما هو مربض للإبل، ما هو معطل للإبل، هذا شيء عارض. بركت الناقة في هذا المكان ثم صار مسجدا، لأن الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في معاطن الإبل أو مرابض الإبل التي اعتادت البيات فيه والبروك فيه. أما الشيء العارض فليس له حكم. أيضا سؤال ممكن يطرأ: إنسان جاء إلى مكان كان مربضا للإبل وترك، فنظف المكان نظف المكان وغير المكان، هل يجوز الصلاة فيه؟ نعم يجوز، لأنه قد زال عنه هذا الاسم وزال عنه يعني اسم المربض أو المعطن للإبل. فإذا زالت عنه التسمية زال الحكم وصار الصلاة فيه جائزة، ولا حرج على المصلي أن يصلي فيه. هذا ما تيسر بيانه في هذا الحديث، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، جزاكم الله خيرا.